ازيكم؟ زي ما عودتكم طبعا هنعمل ريفيو على الساعة الاكس 9 برو 2. طبعا الساعة دي طبعا اصدار السنة دي، بتنزل بشاشة سوبر امولود. الشاشة طبعا جميلة جدا، يعني انتوا عارفين السوبر امولود غير السلسلة اللي هي الاكس 8 بلس والاكس 8 والاكس 8 الترا ماكس، كانوا بينزلوا بالشاشة اتش دي. ده كان اصدار السنة اللي فاتت. اشتغل ميزتها انها من شركة دبي اندو دي من اوائل الشركات المحترمة في عالم الساعات. يعني انت عاوز تجيب ساعة حلوة تعيش معاك، شركة دبي اندو شركة نظيفة جدا. مش دعاية ليها ولا حاجة، بس سلسلة الساعات اللي هي بتنزلها باسمها ساعات محترمة جدا. طبعا بتشتغل بالبرنامج ويرفيت برو. كل الساعات اللي هي بتنزلها الشركة دي بتشتغل بالبرنامج ويرفيت برو. الساعة دي من مميزاتها بتشتغل شات جي بي تي، فيها نظام الذكاء الاصطناعي، فيها تحديد الموقع، بتشتغل التاتش، ممكن تشغلها باتنين صوابع، فال NFC. ساعة محترمة جدا طبعا، جاية بشاشة 45 ملي. طب ايه الفرق بينها وبين الالترا؟ هقول لكم. نفتح العلبة، انا هقول لكم دلوقتي 45 ملي يعني ايه. الساعة بتبقى جاية متقفلة تقفيل محترم. ده جاي معاها الشاحن الوايرلس مقطع، والمagnetic بتاعه حلو جدا قوي. مع المثلث، ميزة المثلث ده مهمة جدا في كل ساعة، انه يقولك انها عدت من اختبارات الجودة. يعني حاجة مش اللي هي مضروبة، دي مش بتبقى موجودة غير في الساعات اللي هي من شركة دبليو اند او، بس اللي هي الشركة دبليو اند او. تمام. هو انت شايف المثلث ده ممكن ملوش لازمه، بس هو مهم جدا انه يبقى موجود. كتيب بتاع الساعه وازاي تشغلها وتوصيلها قبل الخلفيات وكده. الاستراب بتاعها جاي اللون ده، هو اصلا مرسوم هنا. اللون ده لو موجود في الساعات اللي هي الارتا عموما بتلاقي الاستراب ده لونه برتقاني، والشاسيه نفسه لونه اللي هو اللون ده، بس هما جايبين اللون الاستراب مع اللون ده عشان يبقى لون مناسب. طب انت هتقولي دلوقتي، طب ماشي، هي الساعة ايه الفرق بينها دي 45 ملي؟ تمام. والشاشات اللي هي الالترا 49. الصراحة الساعة دي شيك جدا، يعني هي حلوة. مثلا في بنات كده بتحب الحاجات اللي هي ايه، شكلها شيك وخفيفة كده وصغيرة في الايد. مش بيحبوا من الحاجات اللي هي احجامها كبيرة، فاهمين قصدي؟ بنشغلها من الزرار اللي في الجنب. الساعات الارتر بتشتغل من فوق، دي بتشتغل من الزرار اللي في الجنب. طبعا بنختار اللغة. ما شاء الله الالوان حلوة جدا، الوانها حلوة جدا الصراحة. اللون نقي عن الساعة الالترا. لا، هي ساعة عجباني يعني. حتى نظام المنحنى بتاع الشاشة، جايب شاشة كيرفي كده، مخليه الساعة تحس الالوان 3D. ديت اللي هي القايمة التاتش ما شاء الله. واقول لك برضو تركاية حلوة، لو مش عاجباك القايمة دي، التك تكتين عملت غيرت دي. عاوز تغير كمان تك تكتين، هيجيب لك القايمة بالمنظر ده. تمام. مش عاجبك ده، تك تكتين يجيب لك المنظر ده. تكتين برضو جاب لك المنظر دي. يبقى فيه يجي 4 خلفيات مختلفة. ديت الشاشة، الخلفية بتاعتها دي عكس الالترا خالص بقى. ازاي؟ عكس الالترا طبعا من تحت بتبقى جايه فيها مسامير، الاربع مسامير دي مش موجوده فيها. دي نفس الستايل بتاع اللي هي الساعات اللي هي السيريوس 9 اللي هي من ابل.
تمام، اللي كانت اللي هي الشكل القديم يعني. بس هو كشكل مش قديم بالنسبه لي ولا حاجه، هو الشكل شيك جدا. في بنات بتحبه يعني، هو بيبقى مناسب كده وشكله خفيف وشكله شيك، وميزته فيها خلفيات حلوه يعني. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس هو انت حتى لو مش عاوز تستخدم التاتش بتستخدم البقرة من الجنب عادي. الخلفية دي حلوة عجباني. ال... هي الساعة حلوة الصراحة يعني، هي عاجبني فيها التصميم، فاهمين قصدي؟ إيه يعني، هو بيقول لك مكتوب عليها من تحت انها شاشة، الكيس بتاعها كريميك، تمام، ألمونيوم وكريميك مع بعض. سيريس 9، الإصدار بتاعها سيريس 9 اللي هي أبل. داست بروف يعني اللي هي ضد الأتربة والحاجات دي، ما بيدخلش فيها الأتربة، تمام. اللوك بتاعها مهم جدا، موجود في أي ساعة نضيفة، نظام اللوك ده، لكن ما تلاقوش في الساعات اللي هي الكوبي والحاجات الشعبي خالص. لما تيجي كشكل كده يعني، انا اقول لكم مثال حي، الساعه اللي معايا دي اللي هي الالترا، شوف التصميم عامل ازاي، تصميم مختلف. ده الشكل من هنا، ما فيهاش الزرار من هنا، تمام، وتحس ديت ارفع شويه عن دي، تمام. دي شكلها الشاسيه بتاعها كبير، ومن هنا الزرار برضو هو نفس شكل الزرار، والنظام المايك بتاعها، والساعة حلوة يعني. يعني اللي عاجبني بصوا فيها، انا هعلي لكم برضو الاضاءة هنا عشان تبقى المقارنة عادلة. شوف الشكل عامل ازاي، اللي هو النظام بتاع الساعة نفسه. انا مش هقارن دي النوع ده اللي هي اكس 8 الترا اللي هي بلس، تمام، انا مش هقارن بدي، احنا هنقارن بدي الفيديو الجاي ان شاء الله، هتعرفوا ايه الفرق، عشان دي بقى المقارنة العادلة. ليه بقى؟ من جوه كساعة يعني، الساعة دي من جوه نفس الامكانيات بتاعت دي، بس ممكن دي الخلفية بس مختلفة، بس نفس الالوان نفس البرامج يعني. مثلا تك على الزرار كده يجيب لك القايمة، تمام، التك على الزرار اللي تحت يجيب لك الباركود، هي نفس النظام، تمام. تعمل هنا يجيب لك المساعد بتاع اللي هو الذكاء الاصطناعي زي نظام سيري كده في الابل، تمام. بتنزل القائمة من فوق، بترفع من تحت القائمة. ده الكشاف، دي الإضاءة برضو لو انت عاوزين تعلوا الإضاءة. ده تشات جي بي تي، بس لازم يكون متوصل بموبايل. لو انت عاوز تعملها سايلنت برضو الصوت هنا. دي نظام بطارية لو انت عاوز توفر البطارية، وضع توفير الطاقة، تمام. لو انت، هي شكلها شيك الصراحة كده، بس لما تيجي تك على زرار يقول لك لازم تضغط 3 ثواني. يعني مثلا جايين كده على هي اصلا راحت لوحدها. المهم، ده نظام بلوتوث، لو انت عايز توصلها بالموبايل تفعل بلوتوث كده، فعلناه هتلاقي نورت كده معانا. عاوز تقفلها تقفل عادي، عاوز تقفل الساعة خالص معاك الخاصية ديت اللي هو بيقول لك ايه، سيؤدي تشغيل وضع التشغيل الدائم الى، بيقلل عمر البطارية يعني. يعني انت تسيبها كده تفضل منورة، ده هيقلل طبعا من عمر البطارية، بتخليها تخلص بسرعة معاك، ما تطولش. شوف هي منورة يعني، انت لو عاوزها تبقى منورة مفيش اي مشكلة خالص. عاوز تجيب برضو يعني البكرة دي لما تك عليها كده زرار بيجيب لي القايمة، تمام. تكيت عليها جيب لي دي. طب انا مثلا عاوزها تعمل لي حركة خاصية تانية، اقوم انا لففها، اول ما تلفها تجيب لي اللي هو التطبيقات بس اللي هي مشغلة على جنب يعني ده نظام اختصار في الساعة من الجنب، لو انت مثلا عاوز تنقل على تطبيقات بسرعة، كل التطبيقات يجيب لك كل التطبيقات. هي الصراحة الساعة عجباني يعني، كتقفيل محترم جدا، ونظام الصوت بتاع اللي هو الفيبريشن بتاعه وانا بعمل على الرقم نفسه حلو، والالوان نفسها حلو. ودي برضو البقرة دي نفس الخاصية بتاعت الالترا، عاوز تكبر عاوز تصغر مفيش اي مشكلة خالص.
الخلفية دي حلوة، اللي هي نظام بطارية ودي بقى حرق السعرات، وده الجري المشي، وهنا الساعة وكده. ندخل في الاعدادات عشان اقول لكم برضه نشوف الخاصية دي موجودة هنا ولا لا. ديت يقول لك عاوز دي بقى الاختيارات بقى والحاجات دي. الساعة لو انت عاوز تغير اللغة، عاوز ضبط مصنع، ماشي خلاص. عرض التطبيق، انت بدل ما تتك تكات من بره ممكن تدخل من هنا وتختار اي حاجة من دول براحتك عادي يعني. ده الصوت، كلمة المرور، بطارية، ضبط الوقت. بصوا بقى حتة ضبط الوقت دي مهمة بقى. عارفين اللي هي الساعة، عارفين اللي هي الاكس 9 الترا دي، اكس 9 الترا 2 كان بينزل منها الاكس 9 الترا اللي هي ساعة في النص. هبقى هوريكم صورتها اهي. ايوه هي الساعة دي. الساعة اللي انا وريتكم صورتها، عيبها حاجة مش حلوة خالص. ما فيهاش نظام 12 ساعة. يعني مثلا تيجي تشغل الساعة كده تلاقي الساعة مثلا لما الساعة تيجي واحدة تلاقي الساعة 13. ما فيش الكلام ده يعني، فاهم؟ ما ينفعش تعملها. ميزة الإصدار اللي هو الإكس 9 برو 2 والإكس 9 ألترا 2، تمام، إنه نظام 24 ساعة. أنا ممكن أعمله نظام 12 ساعة عادي جدا. بطلع القايمة اهي بره، الساعة 41 دقيقة. فاهمين قصدي؟ هي كساعة الصراحة محترمة، مفيش اي اختلاف عليها خالص. والماتيريال بتاعتها ممتازة جدا، وتقفيل محترم. يعني هي كساعة محترمة الصراحة يعني. كساعة اللي هي تقليد سيريوس 9. هو بيقولك هنا الشاشة 45 مللي، وهنا الشاشة دي 49. طب هو الفرق بينهم مفيش. عارفين الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في اللي هو الشاسيه نفسه. بس انا شايف اللي هما نفس بعض يعني، نفس بعض في القطر نفسه بتاع الساعة نفسه، قد بعض في كل حاجة. بس ما فيش بس غير اللي هو الشاسيه اللي هو ده اكبر. فالصراحة لو انا بدي ريفيو للساعة دي اديلها 9/10. ساعة حلوة. هتقول لي طب ليه؟ بص، هي الساعة دي نفس اللي هي الالترا 9 بالظبط، اللي هي دي من جوه، بس الاختلاف في الشاسيه. فلو انت حابب الشاسيه والشكل اللي هو السيريس 9 من اللي هو الابل، توكل على الله. حتى ساعة محترمة جدا. واقول لك حاجة برضو لفت نظر النهاردة. كان زبونة جات لي بيقول احنا عاوزين اللي هو نشوف هي بتشتغل 4 لمض ولا لا. اهي شغالة 4 لمض، الاربعة. في الساعات الكوب والساعات اي كلام تلاقي شغال لمبة واحدة بس. بس اتمنى الفيديو. بص دي بقى عشان تبقى عارف الساعة هي هل هي اصلية ولا اي كلام، تدخل على حولة اللي هي دي. بيقول لك المعلومات بتاعتها انها اكس 9 برو 2. عاوز شغلها الاكس 9 برو 2 كول ديت بتوصلها، ده اسم البلوتوث بتاعها، تمام. وجايب لك السيريال وجايب لك كل حاجة عنها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو عجبكم الفيديو. لو اي سؤال انتوا عايزينه قولوا لي في الكومنتات